عمرك سقت على طريق صحراوي في وقت مفيش فيه حد غيرك؟ وقت تكون حاسس ان الطريق نفسه بيبصلك، والضلمة حواليك مش مجرد ضلمة، كأنها حاجة ليها حضور، تقيلة، قريبة منك زيادة عن اللزوم. أنا اسمي خالد، ودي مش حكاية سمعتها، دي حاجة حصلت معايا، والليلة دي كانت كفيلة تغير نظرتي لأي طريق فاضي، لأي بنزينة مهجورة، ولأي نور يظهر فجأة في مكان المفروض ما فيهوش حد. الليلة بدأت عادية جدا. كنت راجع من شغلي في الساحل ومتأخر شوية، قلت اختصر الطريق وامشي على طريق العلمين الصحراوي. الطريق كان فاضي بشكل مش طبيعي، لا عربيات لا نور غير نور كشافات عربيتي، والهوا بيعدي على الجنبين ويعمل صوت صفير خفيف، الصوت اللي مع الوقت بيبقى مزعج، كأنه بيحاول يقولك حاجة ومش قادر. كنت سايق وانا شبه سرحان لحد ما بصيت على الطابلو ولقيت مؤشر البنزين بينزل بسرعة غريبة، أسرع من الطبيعي بكتير. قلت يمكن قراية غلط، بس بعد دقايق المؤشر وصل للصفر. وقتها حسيت بشعور مش مريح، مش خوف، لأ، إحساس إن في حاجة مش مظبوطة. وقبل ما أفكر أعمل إيه، الموبايل فصل شحن فجأة من غير أي مقدمات. الطريق بقى أهدى زيادة عن اللازم، كأن حتى الهوا وقف. وساعتها شفتها، يافطة عديمة، نورها ضعيف، بالكاد باين، مكتوب عليها محطة وقود السلام. الاسم كان غريب على المكان، بس ما كانش قدامي اختيار. دخلت ناحية البنزينة. الأرض تحت الكاوتش كانت خشنة، تراب متراكم. المكان نفسه شكله قديم جدا، مش مجرد بنزينة قديمة، كأنها من زمن تاني. وقفت العربية، الموتور كان لسه سخن، بيطلع صوت خفيف وهو بيبرد، وأنا قاعد جوه مستني حد يظهر، ومفيش حد، لحد ما باب المكتب الصغير اتحرك وطلع منه راجل. طلع من الضلمة كأنه واقف فيها مستني، لابس يونيفورم قديم، موديل مش موجود دلوقتي، لونه باهت، وشه شاحب ما فيهوش تعبير، وعينيه مش بترمش لا مرة ولا حتى بالغلط. قرب ببطء وخطواته ما فيهاش صوت تقريبا. وقف جنب العربية وبصلي من غير ما يتكلم. قلت له في بنزين؟ سكت ثانيتين، بعدين قال بصوت مش طبيعي، صوت تقيل طالع كأنه من مكان بعيد: هنا مفيش غير اللي يمشيك، بس السؤال هتمشي تروح فين؟ الجملة كانت غريبة، بس أنا كنت محتاج أمشي. قلت له حط أي حاجة تمشيني. هز راسه ببطء ومسك الخرطوم. أول ما إيده لمست إيدي حسيت ببرودة، مش برودة عادية، برودة تقيلة كأنها بتدخل في العظم. سحب إيده بهدوء وبدأ يحط البنزين. العداد بدأ يعد، بس الأرقام ما كانتش واضحة، كانت بتتحرك بسرعة وبشكل غريب، كأنها مش أرقام بنزين، كأنها حاجة تانية بتتحسب. وقفت بص، حاسس إن في حاجة غلط. قلت لنفسي يمكن أنا تعبان، يمكن الإرهاق، بس الإحساس كان بيزيد. ريحة المكان جاز قديم وتراب وحاجة تانية، حاجة صعب تتوصف، زي ريحة حريق قديم مطفي من سنين بس لسه موجود. قلت أدخل الماركت الصغير، يمكن أجيب مية أهدى. دخلت، النور جوه أضرف، الرفوف عليها حاجات قديمة جدا، علب، أزايز شكلها من السبعينات، وعليها تراب متراكم مش متلمس من زمان. المكان كله ساكت، سكون تقيل، لحد ما عيني وقعت على صورة على الحيطة، صورة افتتاح البنزينة سنة 1975. واقفين ناس قدامها، ومن ضمنهم نفس الراجل اللي بره، بنفس اللبس، بنفس الشكل، نفس النظرة.
ساعتها حسيت إن قلبي دق بسرعة، وقبل ما استوعب الراديو القديم اللي في الركن اشتغل لوحده. صوت تشويش، بعدين مذيع صوته واضح بيقول: مصرع جميع العاملين في محطة وقود الكيلو 90 إثر انفجار غامض. جسمي كله اتجمد. بصيت ناحية الباب، لقيت الراجل واقف ورا الإزاز قريب جدا، بيبتسم مش إنسان. جريت، خرجت من الماركت على العربية، مسكت المفتاح، حاولت أدور، العربية ما دارتش ولا مرة. حسيت إن المكان حواليا بدأ يتغير، البنزينة نفسها شكلها بيبهت، الجدران بتسود كأنها بتتحرق قدامي. في ثواني بقت خرابة سودة محروقة. بصيت للراجل، لقيته بيقرب ببطء، وشه بدأ يتغير، يبقى أغمق متفحم، عينه سودة، وصوته طلع تقيل أكتر: أنت ما خلصتش حسابك. أنا بصيت له بذهول. قال: الحساب هنا مش فلوس، الحساب عمر. الخوف وقتها بقى حقيقة، مش إحساس، حقيقة. ضغطت على المفتاح تاني، مرة، 2. العربية فجأة دارت، صوت الموتور كان أعلى من أي صوت. دوست بنزين وطلعت بأقصى سرعة. وأنا ببص في المراية لقيت البنزينة بتختفي، حرفياً بتروح كأنها ما كانتش موجودة. فضلت سايق لحد ما وصلت لأول نقطة إسعاف. نزلت وسألتهم: فين بنزينة السلام؟ الراجل بصلي باستغراب وقال لي: يا أستاذ، البنزينة دي اتحرقت من أكتر من 40 سنة ومفيش حد بيدخلها ويطلع طبيعي. أنا سكت وما حكيتش كل اللي شفته، بس من يومها وأنا فاهم حاجة واحدة بس: مش كل نور يظهر في طريق ضلمة يبقى نجاة، ومش كل محطة معمولة علشان تنقذك. في أماكن بتستنى حد يجي لوحده علشان الحساب يتقفل. لو كنت مكاني وشفت يافطة منورة في نص طريق فاضي، هتدخل ولا هتكمل